سمعتوا عن اللي حصل لمروان صاحبنا؟ لا، ما في ايه يا نعرفش يوسف؟ حاجة. ماله في ايه؟ مروان؟ احنا ما سمعناش اي حاجة. بيقولوا ان مروان صاحبنا اختفى من يومين، ودوروا عليه في كل مكان ومش لاقيينه. بتهزر يا يوسف؟ علشان كده ما بيجيش المدرسة بقاله يومين. ايوه يا حازم، ما هو غايب من ساعتها. بقول لك ايه يا يوسف، انا عارف ان انت هراي، فكك بقى من الهري اللي عمال تقوله ده. صدقني يا سلطانة، انا بتكلم بجد. يا ابني ده مامته منهارة من امبارح، وبابا بيمشي في الشوارع عمال بينده عليه. يا حرام. طب يعني هيكون راح فين يعني؟ غريبة قوي انه يختفي لوحده كده. صدقني يا حازم مش عارف، انا معرفش اي تفاصيل. بس اللي عرفته كمان وكان غريب قوي، ان هم لقوا رسائل غريبة على موبايله، ولقوا كمان الموبايل مرمي في قعدة الحمام. طيب الرسايل دي بتقول ايه؟ وكمان مبعوتة له من مين؟ سمعت انها مبعوتة له من واحدة اسمها مومو. مومو؟ ده اسم غريب قوي، انا اول مرة اسمعه. يا حرام، مروان صعبان عليا قوي. مامته وباباها يتجننوا، منزلين صورته في كل مكان على السوشيال ميديا. لا وكمان ايه، عاملين مفاجأة اللي هيلاقيه. يا رب يا رب يرجعه لهم بالسلامة. انا مش قادر انام، مش قادر انام، مش جايلي نوم. يا ريت كان بايدي حاجة كنت اقدر اساعدهم بيها. انا حاسس ان انا متكتف. يا رب يا رب رجع لهم مروان بالسلامة. انا نفسي اعرف راح فين. رسالة على الواتساب. مين هيكون صاحي دلوقتي وهيبعتلي على الواتساب؟ ايه ده؟ الرقم ده مش من المدينة بتاعتنا. مكتوب مومو. مين مومو دي؟ وايه الصورة بتاعتها دي شكلها مرعب قوي. مومو؟ ايه ده؟ الاسم ده انا سمعته قبل كده. اما اتصل بيوسف اسأله. الو. ايوه يا يوسف. معلش انا اسف، شكلي صحيتك من النوم. بس عاوز اسألك على حاجة. انت قلتلي الرسائل الاخيرة اللي كانت على تليفون مروان كانت من مين؟ مومو. مومو يا سلطان، بيقولوا من حد اسمه مومو. يا نهار ابيض، ده هو نفس الاسم. الو. الو. سلطان. يا سلطان انت كويس؟ ما بتردش عليا ليه؟ ها؟ انا كويس يا يوسف، اقفل انت دلوقتي. مومو؟ معقول تكون هي دي؟ معقول تكون هي اللي كانت بتتواصل مع مروان؟ طب بعتت لي ليه؟ وبتكلمني ليه؟ وهل ممكن يكون ليها سبب في ان مروان يختفي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الموضوع ده مخيف جدا. انا بجد خايف. بعتت لي رسالة تاني، وشكلها رسالة صوتية. اما اسمع بتقول ايه. مرحبا، أنا مومو. أنا أعرف عنك كل شيء. يا سلام، احنا هنهزر ولا ايه؟ ليه؟ إنها حقيقة. هل تود اللعب معي؟ ايه ده؟ هي سمعاني؟ انتي تعرفيني اصلا علشان تكلميني؟ نعم، أعرفك جيدا. انتي عاوزة مني ايه؟ انا لازم افضل وراها لحد ما اعرف مروان صاحبي راح فين، وهل فعلا هي ليها علاقة باختفائه ولا لا. نعم، هلعب معاكي. إذن كرر هذا الرقم 85022. 85022. لقد أصبحنا الآن صديقان، ويجب عليك الالتزام بتعليماتي كاملة، وإلا سأجعلك تختفي يا صديقي من على كوكب الأرض دون أن يكون لك أثرا نهائيا. والآن ستأتي معي إلى عالمي الخفي. ايه ده؟ انا مش رايح في حتة، دي باين عليها مجنونة. أنا لست مجنونة يا صديقي. يا نهار ابيض، هي كده فعلا سمعاني بجد. طب سمعاني ازاي وانا بتكلم؟ الآن سأطلب منك أول طلب. ادخل إلى الحمام واغلق الأنوار لمدة 15 دقيقة. نعم. حمام ايه اللي هدخله الساعة 3 الفجر؟ دي اكيد بتهزر، اصلا كلهم نايمين، انا مستحيل اعمل كده. ده انا اساسا بدخل اعمل حمام بالعافية والانوار كلها منورة وبجري على الأوضة على طول. ازاي هدخل واقفل النور؟ هيا يا صديقي، قم بتنفيذ الطلب. لا طبعا،
انا مش ممكن هعمل كده. يا صديقي، أنا أعرف عنك كل خباياك، وسأعلم جميع أسرتك بها إذا لم تقم بتنفيذ طلبي. ها؟ ازاي ده بيحصل؟ هي عرفتني منين وعرفت عني ازاي الحاجات اللي هي بتقول عليها؟ انا ازاي هعمل كده؟ انا فعلا بخاف ادخل الحمام في وقت متأخر. دي عايزاني ادخل واقفل النور، بس انا ما عنديش اختيار تاني. انا لازم انفذ كلامها. يا نهار ابيض، الدنيا ضلمه قوي ومفيش اي صوت خالص غير صوت الكلاب اللي في الشارع. هو لازم يعني موضوع الضلمه ده؟ ما انا ممكن اقعد في النور كده وخلاص. بس لا، انا لازم انفذ طلباتها زي ما هي قالتها لي بالظبط. انا هقفل النور. انا خايف قوي. الدنيا ضلمه جدا، هو انا اصلا ما بحبش اقعد في الحمام كتير. لا، انا لا يمكن اقعد في الحمام اكتر من كده. انا لازم اخرج دلوقتي. انا مش ممكن اقعد ال15 دقيقه اللي هي قالت عليهم. انا لازم اخرج من الحمام فورا. اللي انا عملته ده غلط جدا. انا ازاي اسمع كلامها في حاجه زي كده؟ أعلم جيدا أنك كنت خائف يا صديقي، والآن سأطلب منك الطلب الثاني. يجب أن تذهب إلى أقرب بحر لك وتسبح به لمدة 10 دقائق الآن. نعم؟ بحر ايه الساعه 4 الفجر ده اللي عاوزاني اروح؟ لا، انت لو قصدك ترعبيني مش هتطلبي مني كده. استني، انا لازم اسالها على مروان. انت تعرفي مروان؟ نعم يا صديقي، إنه معي في عالمي، وأنت سوف تأتي لنا قريبا. نعم، اجي فين؟ لا طبعا، انا لازم اقفل التليفون دلوقتي. انا كده فهمت كل حاجه. انا مش هينفع اسكت. انا لازم اروح اقول لبابا دلوقتي على اللي بيحصل بالظبط، واكيد هو كبير وهيبقى عارف اكتر مني وهيقول لي اتصرف ازاي. بابا، يا بابا، يا بابا، يا بابا اصحى. في ايه يا سلطان؟ مالك؟ في ايه؟ وايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ يا بابا ارجوك فوق. انا عايزك تفوق وتسمعني كويس. انا عاوز احكي لك على حاجه. ياه، لا طبعا، كويس جدا انك ما نفذتش اللي بتقولك عليه. انت لازم تفتح التليفون دلوقتي وتعمل للرقم ده بلوك فورا، واوعى تقبل انك تتكلم مع حد غريب ما تعرفوش تاني. حاضر يا بابا، بس انا كنت عاوز اعرف منك حاجه. هو حقيقي اللي بيحصل ده؟ يعني مومو دي حقيقيه؟ لا طبعا يا سلطان، مش حقيقيه. دول بيبقوا ناس مش كويسين وعندهم برامج يقدروا يدخلوا بيها اي تليفون ويرجعوا يخوفوك بيها، وانت لو مش ذكي وفاهم هتنفذ وهيحصل فيك زي ما حصل في مروان صاحبك بالظبط. يعني خلاص مش هشوف مروان صاحبي ده تاني. انا مستحيل يا بابا اتواصل مع حد تاني معرفوش، ولازم اعمل بلوك لكل الارقام الغريبه اللي بتبعتلي. برافو عليك يا سلطان. احسن حاجه عملتها ان انت جيت حكيت لي. يلا يا حبيبي، يلا روح نام وما تخافش من اي حاجه. مفيش اي حاجه هتحصل ابدا. حاضر يا بابا، تصبح على خير. وانت من اهل الخير يا سلطان. ربنا يحميك يا سلطان يا حبيبي، انت واللي زيك. انا مش عارف الناس دي بتعمل ليه كده.